بصوا والله العظيم انا خايفه اطلع البيت. وصلت اسيا دلوقتي الحضانه اول يوم ليها وخايفه اطلع البيت، فقلت ايه اما اروح اجيب خضار. ودي اول مره في حياتي اجيب خضار، انا مش بعرف اساسا، مش بعرف انقي ومش بعرف اعمل اي حاجه من مش انتوا فاهمين، اكيد فاهمين. فقلت بدل ما اطلع الشقه لوحدي وانا بصراحه يعني هنهار، انا عارفه نفسي، فقلت اما اجي بقى اجيب الخضار كده. استنوا خليكم بقى معايا. انا ايه اللي فزلكني وقال ان انا اعمل ست بيت بقى واروح اشوف حاجه السوق والاجواء دي مش بتاعت كده يا جماعه والله. بس الحمد لله خلاص جبت اهو وداخله الشقه. اليوم اقعد لوحدي في البيت من 4 سنين وخايفه من اللحظه دي، عشان كده فتحت الكاميرا وانا معاكم قبل ما ادخل البيت وقبل ما اقعد وقبل اي حاجه. خايفه من اللحظه ليه؟ لان انا بقالي بالظبط 4 سنين من وانا حامل في اسيا ما قعدتش لوحدي هنا في الشقه زي التوتو. فانا كنت بهرب باسيا وكده فدلوقتي قلت ايه اخليكم معايا علشان خاطر ما يعني كده. الحمد لله انا كان في بقى مجزره لانش بوكس كان بيتحضر، بصوا، وهيصه وزيطه وباقي مشتريات من امبارح ما ترصتش اهي. انا رصيت كلها الا الحاجات اللي هي بتاعه الخزين، يعني رصينا حاجات التلاجة مع بعض لسه، بس حاجات الخزين والحاجات دي. واللانش بوكسات كان في حرب الصبح في الاختيار وكده، حتى ما لحقتش امسح مكان العيش والكلام ده. فاستنى بقى اوريكم جبت خضار ايه. بصوا عشان تعرفوا بس ان انا قويه. جبت ايه هقول لكم الاسعار دلوقتي. اول مره في حياتي برضو بوثقها معاكم، اول مره في حياتي اجيب حاجه خضار وكده، واول مره اصلا انقي، عشان بس تعرفوا برضو ان ربنا مش سايبني. عمل ايه؟ كنت بنقي في كوسه، انا ما بعرفش انقي، بس ما بعرفش اكل اي حاجه فيها اي خدش ولا اي حاجه من بره تبقى مش نظيفه، خصوصا في الفاكهه والخضار بحبه يبقى لسه فريش وطازه وكده. دي حاجات اما بتجيلي جاهزه وبطبخها. المهم النهارده جيت اختار فربنا اكرمني بواحده ست كان في كوسه جوه مش حلوه، وقامت رايحه قايله لي طنط، راحت قايله لي ايه في بره اطلعي خدي من اللي بره. ففعلا ايه لسه طازه وكده. وفعلا عايزه اقول لكم الحاجات الصبح بتبقى طازه وفريش. وبصوا ما شاء الله الكوسه كانت ب 12 جنيه الكيلو، والخيار برضو الخيار بقى الراجل هو اللي نقهولي. ليه؟ لان كانت شكاره كده كبيره ولسه مقفوله، بصراحه نقى حلو وانا ما كنتش عارفه انقيه زيه كده. بصوا حجمها اللي هو الوسط ده ولسه فريش. اقول لكم بقى سعره كام. معايا الريسيت اهو. سعره كام النهارده 6/11 اول يوم حضانه لاوسي. سعره كام سعره 9 جنيه. معرفش بقى الاسعار عندكم كده ولا ايه، بس هو عاده هنا في المدينه بيبقى اغلى شويه، فده يعني معتاد. البتاع ده البطاطس بقى انا اللي اخترتها مش عارفه 11 ونص. وبرتقال جوه اهو اخترته حلو ازاي، اللي هو بيبقى ملمسه ناعم تمام. وانا كاسراء بحب البرتقال الكبير، مش ماليش في الصغير ده خالص. وممكن لو هو احلى حتى طعم في الدنيا طالما صغير ماكلوش تمام. ب8.5. فده افضل سعر يعني، بتهيألي افضل حاجه في الاسعار. يعني تخيلوا البرتقال ارخص من الكوسه وارخص من الخيار وارخص من ويعد فاكهه يعني تمام. جبت ايه كمان؟ جبت موز عشان اوسي وهي رايحه الحضانه بتغلبني ومش راضيه تاكل وهي ملهاش في جو السندوتشات. انا عامله لها النهارده سندوتشات وعارفه ومتاكده ان هي مش هتاكلها، لازم اقعدها وافضل انا ايه احط لها اجواء كده. اكيد انتوا عارفين. ده بقى بنجر جبته علشان ممكن يتحط مع طماطم، ممكن يتحط. بصراحه لما كنت حامل في اسيا كنت افضل طعم حبيته، انا ما شربتوش من ساعتها، افضل طعم حبيته كان كده سك ومعاه لبن. ما حبيتش اللي بالرمان ولا اللي بالمش عارف ايه. كيلو ب15 جنيه. انا جبت دول بس يعني، جبتش ما جبت دول اقل من كيلو، لان دول ب12 جنيه. وجبت موز، الموز ب15 جنيه. قالت لي يا ست بس كده، دي الحاجات اللي انا جبتها. هرصها بقى ده كده وكده وكده وكده، وبعدين هروق بقى الدنيا دي كده، الحفلة اللي انا فيها دي، وهروق وانا لوحدي. وقالوا لي كلمينا الساعة 10. هي الساعة دلوقتي 9. قالوا لي كلمينا الساعة 10 علشان خاطر اسيا بتعيط ومبهدلة الدنيا وكده، لو كده تيجي تاخديها.
بس فاروح بقى الحق ارتب الدنيا دي كده علشان هكلمهم كمان ساعة. الساعة دلوقتي كام بالظبط الساعة دلوقتي 9:30 اصلا، على ما جبت الخضار والكلام ده كنت ماشية من عندها 9. عشان لو الحق اكلمهم، لو قالوا لي تعالي خديها انزل تاني اجيبها. يا صباح كل حاجة حلوة، ولو انتوا بتشوفوا الفيديو ده بالليل فيا مساء كل حاجة حلوة يا رب. ربنا يديكم كل اللي بتتمنوه ويفرح قلوبكم يا رب، اللهم امين. الفيديو ده حقيقي كان صعب جدا 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 عليا، فكان ضروري ان انا اخليكم معايا كده، ودي اول ضريبة او اصعب ضريبة في ان انتي تكوني متجوزة بعيد، فما تتجوزوش بعيد. تمام. المهم جيت بقى ارتب معاكم الخضار اللي انا جبته ده، فبحطه في العلب اللي هي محكمة الغلق وتحتها مناديل مفروشة، علشان دي افضل طريقة للحفاظ عليه لمدة طويلة. تمام. وباخد الاكياس دي، اوعى ترموها بعينها طبعا علشان خاطر البساقط الصغيرة وكده. كمان الموز كنت بوريكم ان هو خلص عندي لاخر واحدة زي الفل. اخدت حتة الفويل دي، لو كويسة مش كويسة اخد واحدة طبعا جديدة، ولفيت الراس بتاعته كده، دي بتحافظ عليه جدا لاخر مزايا. ولو قطعته اي مزايا او كده برضو غلفه مكانها بالفويل. وجيت هنا رتبت البطاطس والحاجات دي اللي احنا جايبينها في التربو اللي انا اللي عاملاه بفكرتي دي. وبشيل بقى اللي هو القديمة هطبخها، مش قديمة قوي يعني، اللي هي اقدم شوية بطبخها، والفريش بعينها عشان تستحمل اكتر يعني. وبصوا بمنتهى السهولة، عشان كنتوا بتسألوني على انستجرام طب هو سهل طب هو مريح، بصوا حطيته معاكم من اول مرة ما شاء الله مريح عادي جدا. المانجا اللي عدت دي كنت بقول لها انا اسفه يا اسيا ان انا يعني انتي في الحضانه اول يوم وزعلانه وبتاع، وهاكلها من غيرك وكده. هنا بقى ضلفه الخزين، ودي لا غنى عنها، اعمليها في مطبخك لو انتي عروسه، ولو يعني قدرتي تعملي بدل الضلفه 2 هتنفعك جدا. تمام. هي هنا مفيش اي حاجه متكركبه ولا اي حاجه، دي عاملاها من فتره يعني، ماشيه على الموضوع ده من زمان. عامله كذا منظم كده، اول منظمين واحد حاطه فيه الحاجات اللي هي فيها توابل ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلطات لا كيس بسبوسه لا مش عارف ايه الكلام ده كله، شوفان بتاع. والكيس التاني البتاع ده المنظم التاني حاطه فيه بقى المشروبات كلها. تمام. والمنظم اللي قدام حاطه فيه الزيوت والخل والحاجات اللي انا بستخدمها على طول واسرع. الكيس بقى اللي انا بوريهولكوا ده حاجة لازم، بصوا هتنفعكوا جدا في الشتاء ده، وهتديكوا كده اجواء في البيت ومسلية وفي نفس الوقت رخيصة جدا. البليلة، قمح البليلة وذرة الفشار، ما يعني بصوا بفكركوا بيهم اهو. باسكت الصغنطوط بقى ده اللي انا بوريهولكوا ده ما تستغنوش عنه في المكان بتاع المكرونات والشعرية واللسان العصفور وكده. اي تفتحي مثلا كيس فيه شعريه خدتي نصه ولسه نصه، تروحي حاطاه في المنظم الصغنطوطي اللي على جنب ده عشان ما يقعش في الضلفه ويبهدل الدنيا. اما الدقيق بقى لقيت عندي في العلبه دقيق، فاخدت الكيس قلت بدل ما يتفتح اعينه ايه في التلاجة وكده، علشان ايه ما يبصش يبقى مفتوح، طالما مخلص اللي عندي اطلعه من التلاجة احطه تاني، املى العلبه بتاعته تاني. لكن انا لسه العلبه الحمد لله بتاعت الدقيق فيها. هنا هي قمح البليلة والذرة الفشار، حقيقي مغذيين جدا ورخاص جدا، وبيعملوا بقى ايه اجواء كده انهم تتسلوا في حاجة كده يعني، بجد حلوين قوي. تمام. اليوم ده كان صعب عليا جدا، مش قادرة اوصف لكم، فادعولي وقولوا لي انت عملتوا كده، بقيت اقول لكم على الانستجرام واكلمكم واعيط وبتاع، تقولي لي كلنا كنا كده وبعد كده هترتاحي ومش عارف ايه. فشكرا بجد لكل حاجة يومها عملتوها معايا، الحمد لله عليكم بجد. غسلت بقى الباسكت الصغير ده اللي بيتعلق في اي ضلفه او يتحط جنبك على الرخامه وكده، حقيقي تحفه تحفه تحفه، ما استغناش عنه. لازم بغسله كده دايما عشان يبقى نضيف. وجيت عملت صينيه البطاطس دي، بطاطس عادي بتتقطع شرايح وبتحطوا عليها فلفل وطماطم وبصل وملح وفلفل اسود، وبتبقوا غاسلين الفراخ كويس جدا وبتحطوا عليها كده وتغطوا الصينيه وتوطوا عليها، وبتبقى زي الفل، جنبها رز بشعريه زي الفل. تمام. هنا بقى الباسكت اهو راح اغسله. والفوط غسلتها اللي على الجنب دي بكلوركس الجل عشان يعقمها، وسبتها تتصفى على الصفايه كده. وانا بقطع البطاطس، صينيه البطاطس رحت مقطعه شويه كده ونقعيهم عشان تقرمش معاكم، تحطوا عليهم خل وملح هيخلوها مقرمشه ولذيذه قوي. وبس كده، ده كان يومي. وهنا بوريكم الرخامة ان عليها كل الحاجات المهمة، المجات جنب الكتل والمعالق بس، وهنا كنت هحط المناديل بس، ومع ذلك مسحومة عشان حجمها صغير.
كنت بقول لكم اقترحوا عليا عملتوا ايه عشان تخففوا الرخامة، بس خليكم فاكرين ان دي حاجات كلها مهمة. اما باجي اصور بنقل التوابل وطقم المعالق على جنب. فانا الفترة الجاية ان شاء الله الفترة الجاية ناوية اعمل الحاجات اللي هي المواسير دي والعلاقات اللي بتعلق عليها المجات وكذا، اي حاجة ترفع لي تفك عن الرخامة شوية. فانتوا برضو قولوا لي بتعملوا ايه. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وفاتكم ولو بمعلومة، واشوفكم على خير، ويلا باي باي.